بيبرس اكاديمي، انا هتعلم حاجه جديده النهارده. يلا بينا. فاريشن في اي عمليه تصنيع او انتاج، ضمان الاستمراريه والجوده هو هدف رئيسي، لكن التفاوت او الفاريشن دايما موجود وبيأثر على جوده المنتج النهائي. عشان نتحكم فيه لازم نعرف ايه المصادر الرئيسيه اللي بتسببه. هنتعرف دلوقتي على اهم المصادر للفاريشن. اول مصدر عندنا وهو العاملين. الاجهاد الإجهاد الجسدي أو الذهني للعاملين بيأثر على تركيزهم وبالتالي على أدائهم في تنفيذ المهام. زي عامل مرهق ممكن يغفل عن خطوة مهمة أو يتسبب في خطأ بسبب نقص الانتباه. نعمل إيه؟ نحسن بيئة العمل، تقسيم الفترات الزمنية للعمل والراحة بانتظام. تاني حاجة عندنا الخبرة. قلة الخبرة العامل في التعامل مع المعدات أو المواد بتزيد من فرص ارتكاب الأخطاء. ده هنعمل فيه ايه؟ التدريب المستمر وتحسين كفاءة العاملين، وده من خلال برامج تطوير المهارات والتدريب على المعدات والأنظمة المستخدمة. تاني حاجة عندنا هي المعدات. إعداد غير دقيق للمعدات بيؤدي إلى تفاوت في المنتج النهائي، وده زي لو إعدادات درجة الحرارة أو السرعة مش مظبوطة هيقلل من جودة المنتج. طب نعمل إيه؟ نعمل دورية فحص ضبط الإعدادات قبل ما نبدأ المنتج. الجديد مقابل القديم، استخدام الآلات قديمة بيزيد من احتمالية الأعطال وعدم الدقة في الإنتاج، وده نعمل استبدال آلات قديمة بالآلات الحديثة وصيانتها باستمرار. الصيانة، عدم صيانة المعدات بشكل دوري بتكون أكتر عرضة للعطل أو الأداء الغير مستقر، وده نعمل فيه نعمل خطة صيانة دورية ومتابعة جدول الصيانة الوقائية. ثالث حاجة عندنا وهي طرق الإنتاج. معدل الإنتاج rate of production، محاولة زيادة الإنتاجية بشكل مفرط ممكن يؤدي إلى تفاوت في الجودة بسبب الاستعجال أو عدم تنفيذ العمليات بشكل صحيح. هنعمل خطط إنتاج وقائية ومراقبة أداء الآلات والعمال بشكل دوري لضمان استقرار العملية. التفتيش والتوقف، عدم وجود نظام تفتيش فعال بيخلي الأخطاء تمر بدون اكتشاف. هنعمل خطة تفتيش شاملة في كل مرحلة من مراحل العملية ونقلل أوقات التوقف الغير المخطط له. رابع حاجة عندنا وهي المواد. توحيد المواد، التفاوت في جودة أو خواص المواد الخام المستخدمة بيأثر بشكل كبير جدا على المنتج النهائي. التأكد من الموردين وثبات جودة المواد الخام وفحصها قبل دخولها في العملية. تاني حاجة عندنا تغيير خصائص المواد. بعض المواد بتتغير خصائصها خلال التخزين أو أثناء التعامل معها، وده بيؤدي لتفاوت في النتائج النهائية. تخزين المواد في بيئة ملائمة واستخدامها بشكل سريع قبل ما تتغير خصائصها. خامس حاجة عندنا وهي البيئة. درجة الحرارة، التغيرات في درجة الحرارة داخل المصنع ممكن تأثر على العملية الإنتاجية. لازم نتحكم في درجة الحرارة في بيئة العمل من خلال أنظمة تكييف مناسبة. الرطوبة العالية أو المنخفضة ممكن تأثر على بعض المواد أو العمليات مثل الطلاء والمعالجة الحرارية. ده نعمل فيه ايه؟ مراقبة وضبط مستوى الرطوبة في المكان لضمان جودة الإنتاج. تراكم الغبار أو وجوده في الهواء بيأثر على دقة العمليات اللي بتحتاج مستوى عالي من النظافة زي الإلكترونيات. طب ده هنعمل فيه نطبق إجراءات النظافة واستخدام أنظمة تهوية. كده يكون عرفنا المصادر الخمسة الرئيسية اللي بتسبب الفاريشن، وبس كده.